تعالي نعمل نُص كيلو بلح شام زي ما أنتم شايفين كده، من كوباية دقيق واحدة، من كوباية دقيق واحدة عملت العظمة الجميلة دي، نُص كيلو بلح شام مقرمش وجميل جدًا، هنشوف واحدة مع بعض، عايزاكم تشوفوا لي القرمشة وشارب الشربات بتاعه من جوّه ومن برّه. يالّا ندخل على تفاصيل فيديو النهارده. هابدأ الأول أجهّز الشربات بتاعي، معايا كوبايتين من السكر ويُفضّل يكون سكر خِشن، لإن السكر الناعم بيسكّر الشربات بتاعي، وباضيف عليهم كوباية بس من المَيّة، طبعًا أنا مستخدمة هنا الكوبايات المعيارية، أنتِ طبعًا هتوحّدي الكوباية اللي هتستخدميها، وهاضيف عليهم معلقة من المَيّة، لإن طبعًا المعلقة دي هتتبخر لمّا بييجي يغلي الشربات على النار. بعد كده أنا هاضيف هنا ملح الليمون، طبعًا دي ربع المعلقة المعيارية، باخد على طرفها كده شوية من ملح الليمون، لإن ملح الليمون ما ينفعش إن إحنا نكتره في الشربات، وممكن تحطي عصير نُص ليمونة، معايا معلقة من عسل الجلوكوز بتدي لمعة للشربات بتاعي، هارفعه على النار لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة، وهنا الشربات بتاعي بقي جاهز، هافضيه كده في طبق يبرد. طبعًا أول ما بيبقى سخن بيبقى القوام بتاعه سايل شوية، أول ما بيبرد القوام بيتقل معايا، أعرفه إزاي إن هو قوامه تقل؟ باخد شوية من الشربات على إيديّا لو لزق كده يبقى الشربات بتاعي بقي تقيل، بعد كده بابدأ أجهّز العجينة بتاعتي بتاعة بلح الشام، هاضيف كوباية من المَيّة، عليها معلقة صغيرة من السكر، عليها مكعب من الزبدة وزنه 25 جرام، أنا باستخدم زبدة ومستخدمة هنا زبدة نيوزيلندي. فيكِ تستخدمي زيت، أنا باحب أعملها بالزبدة زي عجينة الباتا شو بتاعة الإكلير والبروفيترول، لإن هو جزء من عجينة الباتا شو. هنا أول ما المَيّة تغلي مع الزبدة والسكر، هاضيف كده رشة من الملح على كوباية الدقيق، يبقى كوباية المَيّة بتاخد كوباية من الدقيق، ومعلقة صغيرة من السكر، ورشة بسيطة من الملح، وبافضل أقلب كده الخليط لغاية الدقيق ما يختفي تمامًا وتتكوّن معايا كورة لينة وطرية. طبعًا أنا أول ما باحط الدقيق باهدّي النار علشان الدقيق ما يتلسعش معايا في الطاسة، وهنا العجينة اتكوّرت معايا زي ما أنتم شايفين والدقيق اختفى تمامًا، كده عجينة بلح الشام بقت جاهزة معايا، هاسيبها تبرد وبعد كده نشتغل فيها، وهنا لمّا العجينة بردت تمامًا هاضيف لها معلقة صغيرة من النشا، بتدّي طبعًا قرمشة لبلح الشام، ومحضّرة بيضتين هاضيف لهم كده نترات من الفانيليا عشان تضيّع الزفارة. وهانزل طبعًا ببيضة بيضا، في الأول كده هاشتغل من غير ما أشغّل المضرب، وبعد كده باشغّل المضرب. طبعًا أنتِ ممكن تشتغلي طبعًا الخطوة دي بالمعلقة أو تشتغلي بإيديكِ عادي جدًا. بعد كده ضِفت البيضة التانية، وأبدأ أخفق لغاية لمّا العجينة تتكوّن معايا كده عجينة طرية. بعد كده فصلت كده المضرب بتاعي، وأبدأ كده أطلّع العجينة من سلاح المضرب بالشكل ده. بعد كده بالإسباتولا باحاول إن أنا أقلّب العجينة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده وأجيب الجوانب، وكده العجينة بتاعتي بقت جاهزة. طبعًا التِّب أو البلبلة اللي أنا هاستخدمها 9FT هي اللي بتدّيني الشكل اللي أنتم شُفتوه معايا في أول الفيديو. هاحط العجينة كده في الكيس الحلواني، وبعد كده هاجيب الطاسة بتاعتي فيها زيت بارد، وهاجيب مقص وأحطه كده في الزيت وأبدأ أقطّع. طبعًا الطول اللي أنتِ عايزاه، أنا باحب إن هو بلح الشام يبقى يعني ما دام مش هيبقى محشي أو كده، إن هو يبقى طوله قصير، بيبقى شكله حلو. وخلّي بالكم لمّا تيجوا تقطّعوا بلح الشام في الطاسة، ما تملوش الطاسة على الآخر، لإن طبعًا بلح الشام بينفُخ لمّا بييجي يستوي، فطبعًا عشان تدّي له مساحة إن هو ينفُخ ما يلزّقش في بعض، أو إن هو جنب يبقى منفوخ وجنب ما يبقاش منفوخ. بعد كده هاروح بالطاسة دي على النار متوسطة، أنا مش عايزاها نار عالية، لإن ممكن لو حطيتيه على نار عالية هيعجِّن من جوّه، مش هيبقى مستوي من جوّه،
هيبقى مقرمش من برّه ومن جوّه كلّه عجينة، فالنار بتبقى نار يا دوب وسط، ولا هي عالية ولا هي واطية. وبعد كده أول ما طلع أنا باحطه طبعًا في الشربات، هو سخن وبينزل في الشربات على طول الشربات البارد. أنا طبعًا عشان الصينية صغيرة فباحاول إن أنا أقلِّب فيه كل شوية علشان يشرب الشربات وهو سخن من الناحيتين. بعد كده باجيب صينية مصفى، وبعد كده باصفّي بلح الشام عندي، وبلح الشام ما بيفضلش في الشربات كتير، هُم يا دوب 4 دقايق، 5 دقايق، وبتطلّعيه يصفّي في مصفى كده زي ما أنتم شايفين. وأول ما صفّى معايا هابدأ أرصه كده في الطبق. طبعًا إن كوباية الدقيق عملت معايا نُص كيلو من بلح الشام، النُص كيلو دول عملوا معايا 20 حباية من بلح الشام، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. ممكن تقدّموه سادة وممكن ترشّوا عليه شوية من جوز الهند أو المكسرات، أنا كان عندي سوداني فرشّيت عليه شوية من السوداني. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه يا ريت تدعموني بلايك واشتراك في القناة. قناتي الجديدة هي مطبخ منّو.